لبيك اللهم لبيك لبيك لا عسلامة. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله تكونوا عديتوه من بين الأهل والأحباب، إن شاء الله تكونوا عديتوه بالفرحة والخير وكل حاجة حلوة، وإن شاء الله يا رب يسين دايما، ربي يحييكم لمثاله. بالنسبة لي باش نشارك معاكم الفيديو هذايا نهار الوقفة ونهار العيد، حبيت هكا نشارك معاكم الفيديو هذايا للي شيء جوست هكا معناها نحب نبارتاجي معاكم معناها أفكار. هذا نهار الوقفة الصباح حسيت حطيت هكا أذكار والا التلبيه نتاع الحج تعجبني على الاخر هكا تبدا في الدار. والنهار هذاك معناها نهار الوقفه مشينا خدينا من عند الجزار بتبيع جزار مغربي، خدينا من عنده لحم علوش. بالنسبه لي خديت الساشي هذيك اللي على جنب ذيك كوتليت، والساشي هذي فخذ نتاع علوش حسيرو خديناه وقسيناه ترونشيت هكاكا. بالنسبه لي باش ناخذ زوز ترونشيت هذوكم اللي قاعده نشد فيهم توا، وباش نحطهم في ساشي ذوكم باش نعملهم لحم مفور في الكسكاس. ان شاء الله تنولي نشارك معاكم الوصفه، والبقيه باش نولي نحطهم معناها في ساشي وحدهم. بقيه الفخذ معناها باش نقسمه وباش نحطه معناها في الكونجيلاتور هكا وقت اللي حاجتي نعمل بيه كمونيه والا قليه نعمل بيه شنو نحب. سينو بالنسبه للكوتليت هذوكم اللي على جنب باش نخليهم باش نفوحهم معناها باش نشويوهم نهار العيد ان شاء الله. بالنسبه لينا مادام نقولوا نهار عيد والا ليله العيد لازم باش نحضروا مع بعضنا خبز ديالي في الدار. بالنسبه لي عملت خبز تابونه نفس الوصفه اللي شاركتها معكم من قبل في القناه، هي بيدها اللي باش نعملها. بالنسبه لي خديت 350 مليلتر ماء دافيه، حطيت عليه واحده خميره نتاع خبز، كميه باهيه نتاع زيت زيتونه، وباش نحط كميه السميد. بالنسبه للسميد باش نعمل بريسك رطل السميد وباش نحط عليه 250 غرام فارينة. بالنسبه للروسيت نتاع الخبز راني ما وزنتش ولا حاجه، جوست توكا بالعين باكو هذاك نتاع كيلو سميد ارطب، عملت شطر نتاعو معناها عملت رطل سميد ارطب، وباش نحط عليه 250 غرام فارينة بالطبيعه حسب التقريب، كل 4 مغارف معناها 100 غرام. بالنسبه لي حطيت 10 مغارف فارينة. تو باش نبسسهم بالباهي مع بعضهم. وبالنسبه ليا الماء راني الحقيقه وزنت حاسيلو حسب التقريب الكل في الكل، استحقيت 400 مليلتر ماء. واستعملت كريم ليكيد، حسيلو عندي الكريم هذيك ليكيد نتاع القهوه، استعملت 3 باكوات نتاع 10 غرامات. تو باش نحط الملح، حطيت 2 مغارف صغار ملح، وباش نحط زاده الفاح نتاع الخبز. كما تشوفوا لنا الخبز قاعد نزيد معناها في الماء بشويه بشويه بالطبيعه ماء دافي باش معناها نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. لأن بالنسبه للعجينه نتاعي مازال تقبل الماء كما تشوفوا فيها كلي كاسحه على الاخر، باش نخليها تتعجن في عقلها. وفي الاثناء باش نحضروا مع بعضنا الكوتليت باش نفوحهم معناها قبل بليله. وتوا على جنب خديت صحفه باش نحط فيها لفاحات الكل، خديت مغرفه صغيره معناها باش نعير بها كل شيء. حطيت مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره كركم، شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، شطر مغرفه صغيره كيلو زعتر، مغرفه صغيره فلفل احمر، شطر مغرفه صغيره زيت هريسه شايحه، ومغرفه ونص كمون. هذايا اللحم تاعي معناها كيفاش نفوحه. وحاجه اخرى حطيت ملك ليله ذاك كعب يفوح على الاخر العلوش، حطيت كميه باهيه نتاع زيت ملول، حطيت شويه زيت حسيته مش باش معناها يدخل يلفاح في وسط بعضه. وليت زدت اخرى كميه باهيه من زيت نباتي وباش نخلط بالباهي، واللفاحات هذوكم باش نحطهم ديريكت على اللحم. على فكرة بالنسبة للحم العلوش فما شكون معناه ما يحبش يحط فيه برشا فاحات. بالنسبة ليا اللحم ديما نفوحوه معناه احنا في دارنا بالطريقة هذه ويجي بنين على الاخر. سينو كان تحبوا تنجموا تفوحوه جوست ملح فلفل اكحل وكيلو زعتر، معناه الحاجة هذه حسب الرغبة. اما سينو كنت تفوحوه بالطريقة هذه زاد بنين على الاخر، ونضمن لكم معناه البنة على ضمانتي. اللحم تاعي بعد ما دخلت في وسطه لفحات بالبي حطيته في ساشي كونجيلاسيون باش نخبيه في الفريجيدير، وباش نخليه ليله كامله يتشربك اللفاحات من غدوه نولي نشويوه. تا كيما تشوفوا في نفس الوقت الخبز نتاعي تعجن في راحته. كيما قلت لكم استحق لي ما بين 400 ل 450 مليلتر ماء دافي. تو العجينه نتاعي نحيتها من الكوف نتاع الروبو، الكوف هذيك زيتها بزيت زيتونه، وباش نزيد نزيت الخبز نتاعي من الفوق باش من بعد يبدا معناها ريحته بزيت زيتونه تبدا فايحه على الاخر. توا غطيتك الخبز هذاك بابي سلوفان بمنديله وباش نخليه يرتاح في عقله. وهذايا
معناها نهار الوقفة كالعادة بزتنا في النهار هذايا. قلت خلي نعمل سلطة مشوية. على فكرة بالنسبة للنهار هذايا راني صايمة وعاملة قبل بليلة ملوخية، بما أني قلت باش نخرج معناها عندي برشا قضية البرة، قلت خلي نعمل ملوخية قبل بنهار باش من بعد معناها نجم نعمل التحضيرات الأخرين كسوا الخبز السلطة المشوية الحم زادا باش نفوحو. حسيلو جي كل شيء قد قبل شغال الفطر. بالنسبة للسلطة المشوية حطيت قرون فلفل خضر وحمر. الحمر تحطوا شوية باش ما تجيكمش اللون نتاعها ياسر أحمر، وحاولوا باش تختاروا الفلفل يكون معناه بنين، ما يبداش ياكل المطعم نتاعو هكا ماست. وتو في نفس الوقت هذه العجينه نتاعي خمرت في راحتها. بالنسبه لي خليتها نص ساعه بالضبط، في قاعده نعمل في السلطه المشويه الكوجينه سخونه كلي ما قعدليش برشا وقت في التخمير. تو الخبز نتاعي باش نقعد نعجن فيه بالباي، باش ندخل في وسطو كزيت زيتونه اللي حطيتها في الاخر، وباش نقسم العجينه نتاعي على 8 خبزات. بالنسبه لي نتسمى عملت كيلو غربه ما بين سميد وفارينه، ما شاء الله طيحوا لي 8 خبزات باهين، معناها لهم ما همش كبار على الاخر وما همش ساده صغار برشا. العجينه نتاعي بعد ما قسمتها على 8 كويرات، توا كل كعبوره من العجينه ديكا باش نقعد نكعبر فيها بالباي وباش نخليها ترتاح على جنب. من بعد نتعداو مع بعضنا طريقه التشكيل. بالنسبه لطريقه التشكيل حاجه سهله على الاخر. ديجا الفيديو نتاع الخبز شاركته معكم قبل، جوست نفس الخبز حبيت نعاودو هو بيدو تالمون جاني بنين. تو خلي لكم الرابط في صندوق الوصف. الخبز نتاعي قبل ما ندخلو للفور كما تشوفوا دنتو بالماء، ماء عادي من السباله، دوم ما نزلت عليه هكا بيديا ونقبتو بالفرشيطه، وباش ندخلو على فور مسخن من قبل على 230 درجه الفوقانيه والوطانيه. تو في الاثناء السلطه المشويه نتاعي سي حضرت. بالنسبه للفلفل حطيتو الكل في كاسه شيت كونجيلاسيون باش العرق يرجع ليه. وبالنسبه لتقشير السلطه معناها حاجه سهله على الاخر، ناخذ القفيه نتاع السكينه ونحاول باش نحيك القشوره ذوكم راهو يتنحاو فاسيلمون من غير ما تقعدوا معناها تقشروا بيديكم هكاك تشد لكم برشا وقت. بالنسبه للسلطه المشويه راني نحط فيها بصل طماطم فلفل وثوم، هذوما هما المكونات اللي نحطهم فيها، والتفويح نحط ملح وكرويه. بالنسبه ليا حطيت معناها لفاحات ملي نرحي فيها باش من بعد توكا جوست نعمل لها رشه باهيه زيت زيتونه. تو كما تشوفوا قبل المغرب حسيرو قلت خلي نعمل هكا تبخيره في الدار باهيه. ولنا الخبز نتاعي زاد احضر، خذا مني بالضبط توقيت 20 دقيقه 10 دقائق معناها خليته يطيب من الفوق، وال10 دقائق الثانيين طيبته باللوطه باش جاني في حقه. ذا قبل شغل الفطر حسيلو حطيت نسخن في الملوخيه نتاعي كما تشوفوا فيها قاره الزيت نتاعها جات بنينه على الاخر. كيف الرابط نتاع الملوخيه تنخليه لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه للملوخيه عملتها بالبقري. حاجه اخرى حبيت نوريها لكم، حبيت نوريكم الخبز لنا مازال هكا سخون فريشك كما تشوفوا فيه تري بنين بالحق يعمل 66 كيف. هذا من غدوة نهار العيد. حسيلو ديما نهار العيد الصباح ديما نحب نحط الغنية ذيكا هكا، عندي معاها حنين هكا سبيسيال. ديما قبل كنت صغيرة ويبدا معناها العيد الكبير ديما نجري نقوم نحط الراديو ولا نحط التلفزة. قبل بالطبيعة ما فماش كان يوتيوب، كنت ديما نحط الغنية ذيكا ونبدا نستنى فيها مش نورمال. حسيلو حطيت الغنية قصيت هكا دلاعة لازم مع اللحم المشوي مع شنو باش نحضروا معناها لازم الدلاعه هذيك. وكما تشوفوا تو باش نحضروا مع بعضنا سلطه خضراء عملت فيها ليتو خيار طماطم فجل وبصل. بالنسبه للسلطه نتاعي حطيت لها كميه باهيه نتاع زيت زيتونه ملح فلفل اكحل وعصره قارص. بالنسبه للسلطه راني ما نحطش فيها النعناع الشايح على خاطر فما شكون في العائله ما يحبوش، سينو نتوما تنجموا تفوحوا معناها بالنعناع. هذه السلطه نتاعي بعد ما فوحتها بالباي كإضافة فكرت عندي مايس حطيته مع السلطه يعجبني على الاخر يفوحها بالباي. عندي زاده كعبات زيتون قسيتهم كل كعبه معناها قسيتها على 3 وحطيتهم مع السلطه نتاعي. وتاش نحضروا مع بعضنا الفطور. هذا الفطور مازال العشاء معناها ما حضرتوش. بالنسبه للعشاء والا احنا نهار العيد ناكلوا معناها اللحم مشوي، فطور وعشاء ناكلوا اللحم مشوي. ونورمالمون في دارنا معناها كي نبداو عائله كبيره معناها في القايله ناكلوا المشوي وفي الليل نعملوا قلايه. الحقيقه جيت باش نعمل
من بعد حسيت معناها برشا ديجا اللحم مشوي برشا، معناها كلينا منه من نهار وفي الليل زاد عاودنا كلينا منه ديجا ما شاء الله. كما تشوفوا حطيت اللحمات هذوك مشويناهم في القايله، وبالنسبه لنا احنا في القايله الحقيقه مناكلوش برشا، ذاك علاش كما تشوفوا حطيت معناها زوز لحمات هكا. الماكله معناها ناكلو بالباهي في الليل، معناها ذاك شنو باش مستنسين احنا في دارنا. كما تشوفوا حطيت السلطه المشويه بالطبيعه خبيتها في فريجيدير سينو تقراص كما تعرفوا الدنيا سخونه، وحطيت زاد هريسه هذيك التونسيه زاد كيف الحمراء حطيتها في صحفه، حطيت معاهم زيت زيتونه. وبالنسبه للحم حطيت معاه هكا شويه كليل فريشك ولا كليل اخضر سيب هكا ريحه ياسر محلاها. وبهكا كما تشوفوا نكون وصلنا مع بعضنا نهاية الفيديو متاعنا بالنسبة لليوم. هذيك سلطة المشوية هريسة سلطة خضراء مع الخبز اللي حضرته من البارح ما شاء الله فريشك تقوش عليه معناه طيب اليوم. وذاك اللحم معناه معناه قاعد يتشوي، واللحم الاخر باش نرجعوا للفريجيدير. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم ولو بإفادة بسيطة، وتم قريب باش نقول لكم بالسلامة في امان الله، وان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير.